فطير العذراء والملاك او القرص الطريه الاقتصاديه، حاجه كده تحفه، طعمها وريحتها خطيره. شايفين التسويه عامله ازاي من تحت ومن فوق، طريه جدا وهشه ومفرغه مش مكتومه. عملناها بابسط المكونات الموجوده في البيت، حاجه كده روعه. تقدميها جنب كوبايه شاي او شاي بلبن. تعالوا يلا بينا نشوف عملناها ازاي. عشان نعمل اي معجنات صح وتطلع معانا هشه وطريه وطعمها حلو، في البدايه هجيب نص كوبايه ميه دافيه، هضيف عليها معلقه كبيره من الخميره الفوريه اللي هي باكو من الخميره الفوريه، معلقه كبيره من السكر. ذابت السكر والخميره بالشكل ده مع بعض، هغطيهم واسيبهم لحد ما يتفاعلوا. هنعمل خطوه تانية للقرص الطريه الاقتصاديه. هجيب كوبايه من السكر، هضيف عليهم كوبايه ميه سخنه بتغلي، نص كمان. هدوب السكر في الميه المغليه علشان يدوب معايا بسهوله، واركنهم على جنب لحد ما الميه تبقى دافيه. هجيب كيلو دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق مخبوزات بالشكل ده، نخلته كذا مره علشان يديني هشاشه حلوه للقرص. هضيف عليه معلقه كبيره من البيكنج باودر، هضيف معلقتين جوز هند بيدي طعم حلو خالص للقرص. هضيف معلقه كبيره من الخل، بحب اضيفها لاي معجنات بتدي هشاشه حلوه وطراوه. هجيب كوبايه من الزيت النباتي اللي طعمه حلو، هضيفها عليها كلها. هبدأ اقلب الزيت في الدقيق لحد ما الدقيق كله يتشرب الزيت ويديني خليط رملي كده ناعم. يبقى بعد ما قلبت الدقيق في الزيت يبقى معايا الدقيق بالشكل ده زي رمل البحر، اتشرب كله الزيت. شايفين الخميرة ارتفعت ازاي وتفاعلت، بقت بالشكل ده. هضيفها على الدقيق. ضيفي خليط المية مع السكر، هبدأ اضيفه شوية بشوية على الدقيق واعجن. عجينة القرص الطرية او فطير الملاك ما بيتعجنش كتير، يا دوبك تلم معايا العجينة ويديني عجينة طرية ملسة ناعمة بس تلزق خفيف في الايد. لمت معايا العجينة بالشكل ده وعجنتها، بقت عجينة طرية بالشكل ده بتلزق خفيف في الايد. هغطي العجينة بتاعتي بالبلاستيك راب واسيبها لحد ما تختمر وتضاعف حجمها. هتاخد من ساعة لساعة ونص في الجو الحر ده، اما في الشتاء تاخد اكتر من ساعتين. اختمرت معايا العجينة بالشكل ده وتضاعف حجمها، اخدت معايا ساعتين لحد ما بقت بالشكل ده، لان العجينة اللي فيها سكر كتير بتاخد وقت في التخمير. هبدأ اقطع العجينة بتاعتي كده بالراحة كرات صغيرة، مش عايزين نهبط التخمير فيها قوي بالشكل ده. انا بحب اعمل القرص صغيرة، ما بحبهاش كبيرة قوي، اعمليها الحجم اللي يريحك. وابدأ اكورها كده بايدي. اجيب صينية مدهونة دهنة خفيفة من الزيت وارصها فيهم، واسيب فراغ ما بين كل واحدة والتانية علشان انا بعد ما ترتاح هبطط. بعد ما مليت الصاج بتاعي بالشكل ده سبتهم ارتاحوا 10 دقايق، هبططهم حجم متوسط بالشكل ده، مش هرفعهم علشان ما ينشفوش معايا. وبعدين هسيبهم نص ساعة يختمروا. بعد ما بططتهم بالشكل ده هغطيهم بفوطة نظيفة واسيبهم يختمروا ويتضاعف حجمهم مرة تانية. لازم التخمير التاني علشان تطلع معاكي القرص طرية وهشة. اختمرت معايا القرص بالشكل ده وتضاعف حجمها، هدخلها الفرن على اعلى درجة حرارة ويكون في الرف اللي اقرب للارضية علشان تستوي بسرعة وتاخد لون ذهبي حلو وتبقى طرية معايا ما تنشفش. ده شكل القرص بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن، بقت بالشكل الجميل ده. سبتها تبرد شوية. شايفين اللون من تحت ذهبي ازاي، شايفين التسوية، شايفينها هشة وطرية ازاي، حاجة كده تحفة، لازم تجربوها. تقدري تحتفظي بيها في الفريزر لفترة طويلة. هتجيبي كيس تلاجة نضيف، بعد ما تبرد خالص تلميها وتحطيها فيه وتدخليها الفريزر، ولما تيجي تستخدميها طلعيها قبلها ب10 دقايق يفك، هتكون طرية خالص كده كأنها لسه معمولة.